بسم الله الرحمن الرحيم. رواية شعرية لطالما حلمت بها منذ كنت طالبا في جامعة حلب، عندما حدثنا الدكتور عبد الكريم الأشتر رحمه الله تعالى عن كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ الكناني الشيزري، وكيف أنه عاد إلى شيزر فوجدها مهدمة بأفعال كثيرة من الخلافات ومن العدوانات الخارجية. مرت الأيام وأضاف الدكتور عبد الكريم الأشتر مناقشة لفكرة الرواية. تحدث عن روايات غسان كنفاني، تحدث عن روايات نجيب محفوظ، وهنا خطرت في ذهني أن أتحدث رواية، وكان على رأي الدكتور إحسان عباس رحمه الله أن أكتب رواية شعرية. ووقتها كان كنت أتصور أننا في أزمة، وكان لابد أن نفكر في إحياء فكرة فيحاء العرب، أن هذه الأمة لابد أن تظل زاهرة مستمرة في التقدم، تحاول دائما أن تتجاوز مراحل الضعف ومراحل الانهيار ومراحل الخضوع للطوارئ الخارجية. ومن هنا ظل حلم فيحاء العرب خاطرا يراودني، فكتبت هذا الأمر محاولا إخراجه إلى النور في القديم، قبل أن أغادر سوريا. لكن جيد أنه هذا الحلم تطور، وكان جيدا أيضا أن يغدو زبدة كلام في موضوعات طويلة تعود طبعا إلى حلم عربي دائما يراودنا، ودائما نتحدث عن الحلم العربي، لكن الحلم العربي لا يكون إلا بإعادة تدوير التجربة العربية، محاولين أن نوجه البوصلة إلى المكان الصحيح. طبعا في الإمارات وجدت فكرة إحياء هذه السيرة، وحاولت أن أعيد صياغتها، وما زلت أتصور أنها تحتاج إلى تجريب دائما. دعونا نجرب، لما لا نجرب في أن نعيد صياغة أنفسنا، نعيد صياغة مشاعرنا في تصور أرض فيحاء تشكل في تلاقيها المواصفات ومقاييس. يمكن أن نتصور أن العرب لماذا أسموا أو سموا دمشق الفيحاء، البصرة الفيحاء، طرابلس الفيحاء. طبعا قضية ليست خضرة، قضية ليست خضرة، القضية فيها روح، فيها روح أمة بنيت على فروسية، بنيت على حمل رسالة عالمية. وقد ذكر أستاذ علي عقلة عرسان رئيس اتحاد الكتاب العرب سابقا رحمه الله أن الخطأ كامن في أننا فرغنا الإسلام من العروبة كما فرغنا العروبة من الإسلام، وأن علينا إعادة النظر في اللامعقول
من الإجراءات لتصحيح المعادلة وإعادة الأمور إلى نصابها المعقول. ولما كان التاريخ لا يدخل في نعمة النسيان، فإن سرد التاريخ لأخذ الدروس والعبر يسهم إلى حد كبير في تعزيز الخطاب الشعري الموجه في عرض المقامات والأحداث والملامح كمخاض للأفكار والمشاعر التي لا تمحى من الذاكرة. بالطبع في هذه الرواية أو التي سميتها أنشودة فيحاء العرب، لأن هي منشودة لإعادة إحياء المدينة العربية الفاضلة التي بدأت بالعمق التاريخي العربي من أيام بلقيس، فكانت تقول لهم ماذا تأمرون، مشهورة أيام حمورابي، أيام الرسالة الإسلامية التي كان فيها واضح أنها محاولة بناء دولة عالمية. إذن أنا لم أركز على قضية الظلال الوارفة والنسيمات العليلة وما شابه ذلك، هذه العنوان غطاء تاريخي، بعيدا عن جمهورية أفلاطون المثالية التي تحدث عنها، وبعيدا عن قضية المدينة الفاضلة عند الفارابي، أنا الآن أتحدث عن فكرة شاعرية اختلجت في صدري، ولا داعي للاستهجان، لأننا الآن نعيش في أحداث فيها نداء ملهوف للخروج من المآزق والأزمات. فكانت الدعوة في هذه الفيحاء مصباحا منيرا في صياغة أنشودة اعتبرتها هدفا تربويا. الواقع أنا حاولت أن أترك خلف ظهري النظرة السلبية إلى تراثنا الحضاري كالقائل هو يقول، أعتقد القول للكاتب الكبير جدا محمد الماغوط، لكن لم يعجبني هذا الرأي، وإن كان هو في زاوية أخرى صحيح، لكن أما يركز على قوله يقول: أنقذ ما تبقى من سني عمرك المهدور، سافر وسترى شعوبا غيرنا تفهم معنى الإنسانية والحياة، ستكتشف كذبة 6000 سنة حضارة، وستعلم أننا لسنا خير أمة أخرجت للناس. وهذه هنا عار التفكير العربي، الخطاب العربي، نحن فقط عبء على الإنسانية وعلى عبء على البشرية وعلى الحضارة الإنسانية وعلى أنفسنا. ماذا سنقول يا محمد الماغوط؟ أنت تعجبني، لكن إلا في هذه النقطة: من أقنعك أن أمما غيرنا في أحسن حال وفيها أشياء كالمغول والنازيين والنماريد وماذا أعدد؟ من أقنعك بذلك؟ تصور الأمم هذه التي قضية احترام الكلاب نحن نريد احترام البشر. القضية ليست في قضية احترام أن تدخل الفندق ويحني لك إنسان رأسه، القضية ليست في هذه الأشياء. نحن أمة، يجب أن نعترف أننا أمة لكي نستمر. أما أن نبقى نجلد ذواتنا، أنا لا أنا أحاول أن أرسم هالة أدبية، لم أتعمد فرض سلطة المصطلح الأدبي في كلامي، وأحاول أن أقول لنفرض أنها سيرة مثل السير الشعبية، السير الشعبية التي لدينا نحن العرب فيها فروسية، فيها نريد إحياء فكرة الفروسية، ونحن في هذا الزمان بأحوج ما نكون لنتلمس الطريق إلى فيحاء العرب وإلى الابتعاد عن هذا التمزق وهذا التشرذم وهذه الروح الضبابية السلبية التي يمكن أن تفنينا وتهلكنا، وأعوذ بالله من أن نهلك بأفكار سلبية. هذه فكرتي عن منشودة فيحاء العرب، ربما أعود إلى تاريخ قديم، وعبارة عن هي ليست تاريخ، أنا لا أقول تاريخ، عبارة عن قصائد شعرية، أو عبارة عن
نتف شعرية، لنفرض نتف أو مقاطع شعرية مختلفة القوافي أحيانا، أحاول أن أسترجع فيها ذاكرتي وأخوض في التاريخ العربي كله، ولا بأس أن ألمس الجراح. لابد أن نلمس الجراح التي نعاني منها في حياتنا، وليس عيبا أن نطرق كل الأبواب. سلام.